ما تيجوا نلعب مع بعض تمرين بوش. تمرينه معانا هي البار فلات، هنلعب 4 مجاميع والعدات من 12 ل 15. تاني تمرين هو تجميع دمبل عالي، برضو 4 مجاميع من 10 ل 12 عدة. اما اخر تمرين للشيست هو تفتيح على الجهاز، هتلعب 4 مجاميع من 12 ل 15، وممكن كمان تلعبه بالدمبل. نخش بقى على الكتف، واول تمرين معانا وهو الميليتري بريس، من اقوى تمارين الكتف الامامي. هنلعب 4 مجاميع في 15 عدة. اما بالنسبة لتاني تمرين وهو الرفرفة جانبي، ومن اقوى تمارين الكتف الجانبي، بنلعبه 4 مجاميع في 15 عدة. ثالث تمرين وهو تجميع بالدمبل، وهو بيشغل زاوية الكتف الجانبي وزاوية الكتف الأمامي. هنلعبه 4 مجاميع في 10 عدات. ويلا بينا نختم بالتراي. أول تمرينة وهي الحبل، بنلعبها 3 مجاميع في 12 عدة بنفس الوضعية دي. تاني تمرين وهو تمرين دمبل فردي وانت واقف، بنلعبه 3 مجاميع برضو 12 عدة، ولازم نبدأ بالدراع الضعيف. بالنسبة لتالت تمرين والأخير وهو تمرين الكيك باك أو الرفس، هنلعبه 3 مجاميع في 12 عدة. مع كامل الاحترام للكابتن الكبير، ولكن معناه ان انا بتمرن بوش او بتمرن عضله الشيست والشولدر والترايسبس، فانا اتمرن كل المجاميع وكل التمرينات وكل الزوايا، وده غلط جدا. لان انا لو هتمرن بوش بول ليج فانا كده مفيش وقت خالص للريكفري، ومفيش وقت خالص ان العضله تاخد وقتها في الريكفري بتاعها، واقدر اعمل بروجريسيف اوفرلود، هو يعتبر من اهم واعظم مبدا للزياده العضليه. تاني حاجة من الأخطاء اللي موجودة في الفيديو إن الكوتش مركز على زاويتين 2 بيتمرنهم أكتر من مرة، مع نسيان زوايا مهمة جدا زي زاوية مثلا الأبدومينال تشيست اللي ما اتمرنهاش خالص. فهو اتمرن الأبر تشيست واتمرن الميد تشيست مرتين 2، فاتمرن مثلا الميد تشيست بالتشيست فلاي اللي شغلت الميد تشيست أكتر، وكمان اتمرن بار بنش بريس اللي شغل معايا الميد تشيست أكتر. لكن الأبدومينال هيد ما أخدتش حقها أو ما اتحصلهاش فوكس أكتر في التمرين، فما أخدتش الزاويه بتاعتها. فهنا نسيان الزوايا وتركيز اكتر على زاويه واحده للعضله في تمرينين 2. كان ممكن نستفاد بتمرين تاني ونركز مثلا على الابدومينال هيد. تاني حاجه من الاخطاء اللي كباتن كتير بس مش كابتن رامي بيقع فيها هو توزيع الجهد. دايما بلاقي كباتن كتير بتفرج على الفيديوهات بتاعتهم سواء تمارين البوش او بول، فبيجي يعمل حاجه اسمها عدم توزيع الجهد، انه بيتمرن في البدايه 3 مجموعات لتمرين الصدر او 3 مجموعات لتمرين اللاتس، وبينسى خالص موضوع الكتف وبينسى خالص موضوع الكتف الخلفي. فخلينا نبدا بتوزيع الجهد، انك تعمل مثلا تمرينه للتشيست، وليكن انت هتتمرن انكلاين تشيست بريس، وبعد كده التمرينه اللي بعدها تكون شولدر. وبرده في نفس اليوم التاني لو هتتمرن بوش بي او البوش التاني، المفروض انك تبدا بالشولدر وبعدين تبدا تاني تمرين بالتشيست. فتوزيع الجهد مهم جدا، وده كان خطا موجود في الفيديو. ناهيك بقى ان الاداء اصلا والتكنيك مش احسن حاجه في الفيديو، وكمان زوايا البنج مش احسن حاجه خالص. زاويه كمان الانكلاين او زاويه الشولدر بريس ما كانتش احسن حاجه، لان هي تعتبر بتأذي الظهر شويه، وانا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديوهات كتير وانا بشرح التمارين. ولكن خلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا، هو انك تتمرن الترايسبس. انت اصلا اتمرنت اللاترال هيد وكمان الميدل هيد، اتمرنتهم لانهم شغالين معاك من اول تمرين خالص في البار بنش بريس، فما ينفعش ان انا اضغط عليهم. كان ممكن لو هتتمرن تمرينتين 2 ترايسبس، واللي انا مش برجحه، كان ممكن تتمرن على اللونج هيد زي اوفر هيد اكستنشن. كمان التمرين بتاع الاوفر هيد اكستنشن واقف بالشكل ده، احسن حاجه خالص لللونج هيد، وكمان مؤذي جدا للشولدر ومؤذي جدا لمفصل الكتف وكمان للرقبه، وكمان لو وزن تقيل بيأذي اسفل الظهر. علشان كده التمرينه كلها على بعضها الريت بتاعها مش حلو خالص. فخلينا بقى نتكلم النهارده ازاي تعمل بوش بطريقه صحيحه بيزد اون ساينس. بسرعه كده، ايه هو تمرين البوش؟ تمرين البوش هو تمرين الدفع اللي بيشغل اكتر من عضله زي عضله الشيست او العضلات اللي بتحتاج منك بوش، بتاخد الزاويه بتاعه البوش علشان تقدر تشغلها. البوش بيتقسم لحاجتين، horizontal وvertical وكمان accessories، علشان تقدر تستفاد من كل التمرين. فخلينا نتكلم، هل البوش معناه انك تتمرن كل عضله اكتر من زاويه، كانك مثلا بتجمع تمرين التشيست والشولدر والترايسبس كلهم مع بعض وتتمرن 14 مجموعه؟ استحاله. انت كده بتخسر عضل وبتضيع وقتك، وصدقني الموضوع مش مفيد جدا لجسمك لو انت شخص طبيعي وبتتمرن طبيعي. لكن لو قصه تانية خالص ملناش دعوه بيها. هل فعلا لما تتمرن العضله مرتين 2 في الاسبوع ده صح، ولا انك تتمرن العضله برو سبليت ده صح؟
من وجهة نظري واللي انا مش بحبه خالص هو البرو سبليت، انا مسميه برو شيت. فعلشان كده خليني اقول لك ان موضوع انك تتمرن العضله مرتين في الاسبوع ده مهم جدا. وزي ما انت عارفني مش بجيب حاجه من عندي، في دراسه اتعملت سنه 2016 بتقول effect of resistance training frequency on a measure of muscle hypertrophy. موضح قدامك في الدراسه بتقول ان تمرين العضله اكتر من مرتين في الاسبوع ده بيزود الحجم والضخامه العضليه لما تعمل حاجه اسمها frequency او التردد على العضله اكتر من انك تتمرن العضله مره واحده في الاسبوع. اخوض انا في الكلام ده في فيديو لوحده، لكن انت كده فهمت الفايده من انك تتمرن بوش ومعنى انك تتمرن بوش. خلينا بقى نتمرن بوش بالطريقه العلميه based on science، وارتب لك التمارين، وعلشان ما اقولكش 3 في 10 و3 في 20 و3 في 12 زي ما الكباتن بيعملوا، نلعب 4 مجاميع والعدات من 12 ل 15. الكلام ده مش صحيح. ما ينفعش احط لك الرقم بتاعك سواء السيتس او سواء الريبس، العدات اللي بتجيبها في كل مجموعه. انت بتتمرن حسب الليفل بتاعك، حسب اللايف جول او حسب التارجت بتاعك، او حسب انت بتتمرن وداخل الجيم ليه. انت شخص بيتمرن اندورنس، هل شخص انت بيتمرن هايبرتروفي، هل انت شخص بيتمرن سترينث، هل انت شخص بيتمرن باور. فما ينفعش ان انا احط لك المجموعات والعدات. يلا بينا نشوف تمارين البوش والاداء الصحيح لكل تمرين وازاي تقسم البوش بتاعتك، ونرجع مع بعض تاني بعد الفويس اوفر علشان اقول كلمتين مهمين جدا. تمرين بوش based on science ده بالعضلات المستهدفه، ونقول chest shoulder triceps. مش معنى انك هتتمرن shoulder chest triceps معناه انك تتمرن كل مجموعات الchest والشولدر والترايس. الكلام ده غلط تماما. هنقسم التمرين بتاعنا بوضعيه horizontal vertical واكسسوري، وبعد كده هنقسم التمرين بتاعنا compound free isolation cable isolation. ركز معايا في التمرين عشان هفهمك التمرين والعضله المستهدفه، ولو عايز تشوف الشرح هتلاقي كل تمرينه نزلتها في الفيديو ده مشروحه بالاداء الصحيح والتكنيك وعلم الحركه وعلم التشريح على انستجرام تيك توك فيسبوك. ما تنساش الفولو واللايك، ونبدا بينا اول تمرين incline barbell chest press. التمرين اللي بيستهدف معايا الصدر العالي في الامامي triceps middle head والlateral head كعضلات مساعده. بشوف دايما معظم الناس تبدا تمارين الصدر كلها مره واحده، ولكن ده غلط لان ده عكس مبدا voltage disruption، انك بتوزع المجهود بتاعك في عضله الصدر بتاخد حقها، وتيجي تتمرن كتف تلاقي نفسك مرهق فما تستفادش من تمرينه الكتف كويس جدا. والصح انك تعمل توزيع الجهد على كل تمرين. فنخش في التمرين الثاني ونقول shoulder dumbbell press. وبالتمرين ده هنستهدف الكتف الامامي، وهيكون الترايسبس عضلات مساعده مع الكتف الامامي، والدمبل تشيست بريس علشان نستهدف الميد تشيست والعضلات المساعده فرونت ديلت، وكمان اللاترال هيد والميديال هيد للترايسبس. انك تتمرن رفرفه جانبي علشان الكتف الجانبي يبقى خدش حقه في التمرين ده، فهنديله احسن تمرين للرفرفه الجانبي انك تتمرن لاترال هيد. نستهدف الابدومينال هيد. عشان نستهدف العضله ديت هنتمرن تمرين seated cable supinated grip على الكيبل كروس اوفر بالوضعيه ديت، وانا شرحت التمرين بالتفصيل يا ريت ترجع له. دمبل ترايسبس اكستنشن او اوفر هيد دروب ترايسبس اكستنشن عشان تتمرن العضله اللونج هيد اللي هي ما اشتغلتش خالص في التمرين او اشتغلت بنسبه بسيطه جدا، علشان كده لازم نتمرنها كمجموعه واحده لللونج هيد. لكن ما تتمرنش كل تمارين الترايسبس لانك مش محتاجها، لان تمرين الميدل هيد واللاترال هيد شغال معاك من اول التمرين. ويبقى انت كده استهدفت كل عضلات البوش بطريقه علميه من غير ما تطول التمرين بتاعك ساعه ونص ولا ساعتين ولا تلعب 15000 مجموعه. احترامي لكل شخص قدم بوش بول ليج، ولكن قليل جدا من الناس اللي انا موافق على التمارين بتاعتهم. ومش معنى ان موافق او مش موافق ده بيديني الحكم او الاهميه ان انا احكم على شخص. الحكم او الاهميه بتاعتك انت ما تاخدش المعلومه من شخص مش بيقول دراسات وبحث علمي بياكد الحاجات ديت. فعلشان انت ما تقعش في فخ تمارين التيك توك وتعمل سيف للتمرين وتتمرن عليه وفي الاخر ما تلاقيش نتيجه فتحبط وتسيب الجيم خالص، خليك مع الشخص سواء انا او غيري اللي بيقدم دراسات وبحث علمي بيثبت بيها اهميه ومدى التمارين. في نهايه الفيديو ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل شير علشان كل يشوف البوش الصح، وصدقني هتستفاد جدا لانه انت بتعمل شير خليه بنيه نفع الغير علشان يتكتب في ميزان حسناتك. ما تنساش سوبر سيت لايك وكومنت، مش خساره فيا.